السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، شيء واحد لن تندم عليه أبدا، ألا وهو حسن خلقك مع الناس. حتى وإن قابلوك بالإساءة فاعلم أن أفضل المؤمنين عند الله أحسنهم خلقا. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافهم فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. وقال رحمه الله: وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال ابن القيم رحمه الله: فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف وحب الخير لهم، فإن معاملة الناس بذلك إما أجنبي فتكسب مودته ومحبته، وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته، وإما عدو مبغض فتطفئ بلطفك جمرته وتستكفي شره. ومن حمل الناس على المحامل الطيبة وأحسن الظن بهم سلمت نيته وانشرح صدره وعوفي قلبه وحفظه الله من السوء والمكاره. وإذا كنت ذا خلق فاعلم أن هذه نعمة قد أخصك الله بها، وأنه من أوتي خلقا كريما فوالله أنه قد أوتي خيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.